اولا مبارك للشلافه. انطلاق اشغال طريق السيار تنس شلف. هذا الطريق اللي تعلقت به امال الكثيرين، هذا الطريق اللي كان محل انشغال الكثيرين. احنا نبداو من النواب السابقين والنواب الحاليين. هذا الطريق اللي اخذ منا 5 سنوات من المرافعه، من المراسله، من المتابعه، من اللقاءات مع الوزراء. اليوم نقولوا الحمد لله انطلق هذا الطريق السيار. طبعا الجزء الاول اللي انطلق من طريق السيار هذا هو الشطر الاول من طريق السيار على مسافه 22 كيلومتر من نقطه طريق من واتسلي تقريبا الى بوزغايه، وانطلق منه 10 كيلومتر اللي الى غايه محور ولاد فارس. هذا الطريق السيار هو ليس فقط طريق سياحي، هو طريق اقتصادي. هذا الطريق يربط الطريق السيار يربط مصنع الإسمنت بالميناء المتخصص في مدينة تنس، يربطها حتى بولايات أخرى، فبالتالي راح نديروا حركية اقتصادية كبيرة جدا. كنا نشدنا كثير على مدار سنوات، الوزارة الأولى، الوزير الأول، وزير المالية، وزير الأشغال العمومية، وتلقينا أيضا إجابة على أسئلتنا الكتابية إلى أن هناك دراسة أخرى سوف تنجز في الشطر الثاني، إلى غاية لقائنا بوزير الأشغال العمومية مؤخرا، وأعطى لنا بأن مجلس الوزراء السيد رئيس الجمهورية وافق على انطلاق هذا الطريق السير. كنا ناشدنا السيد رئيس الجمهورية، واليوم نقولوا للشلافة مبروك عليكم. نقول هو الطريق اللي اجتمع عليه أهل الشلف كلهم. لازم نعرفوا بأنه شلف باعتبارها منطقة حارة، ولم يعد هذا الطرق القديمة هذه لم تعد تستطيع أن تتسع هذا الكم الهائل من الولاية ومن الولايات المجاورة باش توصلهم إلى شواطئ مدينة تنس وشواطئ المحيطة. الحمد لله رب العالمين، مبروك علينا طريق السير إن شاء الله.